على فكرة بس عايز اقول حاجة مهمة، تصرفاتكم انتم هي اكبر دليل ان صفقة بن شرقي مضايقاكم، مش اللي احنا بنقوله، لا اللي انتم بتقولوه واللي انتم بتعملوه. احنا لا ضمينا بن شرقي مكايدة ولا عندم في نادي ولا لأي سبب غير ان النادي الاهلي رأى ان ده مصلحته الفنية بدون موائمات وبدون توازنات وبدون اي اعتبارات، ويحسب لإدارة النادي الاهلي ده. ولكن انه يخرج المنتج الزملكاوي النهارده يقول ان فيديو تقديم بن شرقي كان فيه مكايدة، انا نفسي اعرف لما ده فيه مكايدة مع انه فيديو عادي جدا فيه ربط بين ماضي وحاضر ممكن يحصل في اي حتة في العالم ودون اي اساءة ودون اي تجاوز، انما تقديم بن شرقي لما انضم لنادي الزمالك اللي كان وراه باب احمر وبيدخلوا فار في اسقاط واضح وصريح مع جملة بدلنا الفار باسد، هو ده ما كانش مكايدة؟ هو ده ما كانش اساءة؟ هي اليافطة اللي كان مكتوب عليها نادي القرن مش بالبطولات مش بالمحسوبية والمجاملات ما كانتش مكايدة؟ ما كانتش اساءة؟ دلوقتي الشنطة بقى فيها كتاب دين. انا عايز اعرف كمان حاجة بالنسبة لي غريبة جدا، ايه فكرة ان انتوا دلوقتي بتقولوا اصل انتوا بتقولوا خدتوا كهربا وامام وبن شرقي فاحنا خدنا احمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد؟ انا نفسي اعرف مين اللي علمكم تربطوا الربط ده؟ هل ده نوع من انواع المسكن؟ ده اغرب ربط شفته في حياتي، لا في منطق ولا في عقل ولا في اي رجاحة ولا تفكير. انا نفسي افهم، هو عبد الله السعيد اللي النادي الاهلي في مارس 2018 هو اللي بعد التجديد معاه اعلن عرضه للبيع، يعني انا مش عايزه، انا اللي بعرضه للبيع، مش هو حتى اللي سابني ومشي ولا عقده خلص، ده انا بعد ما جددت عرضته للبيع وخرج وراح وهو بيرجع لك ما فرقش معانا، ولا في اهلاوي واحد قال ان هو عايزه. هل دي صفقه مضايقانا؟ هو ناصر ماهر اللي مشى وراح فيوتشر وموسيماني ما كانش بيلعبه وهو بيروح للزمالك، هو في اهلاوي واحد قال ان هو متضايق؟ هو احمد حمدي اللي مشي واحترف بره والنادي الاهلي ما فرقش معاه ولا مشجع اهلاوي واحد قال ان هو عايزه؟ ولا حد وهو بينضم لك قال لا ليه وندخل في تفاوض؟ ولا واحد منهم جمهور الاهلي كان بيقول نفاوضه؟ هو ده النادي الاهلي كان متضايق؟ انت ليه عايز تسقط مشكله عندك انت وتشبهها ان هي كانت شبه حاجه عندي؟ ما حصلش، ده في خيالك انت بس. انت بالنسبه لك كهربا لاعب فضلت تلحقه بقضايا عشان ما كنتش مصدق ان هو انضم للنادي الاهلي. انت امام عاشور كنت شايف انه مستقبلك وابن النادي واللاعب اللي انت باني عليه السنين اللي جايه كلها، ما كنتش مصدق انه راح النادي الاهلي، وفضلت بعدها وفضلت لحد دلوقتي مش مستوعب الصدمه. انت اللي بن شرقي لحد 6 شهور بس كنت بتقول ده جاي بتيكت الطيران خلاص ميعاد وصوله بين قلبي، احنا ما قلناش على حد من دول بين قلبنا، انت اللي قلت على بن شرقي بين قلبك، بين قلبك اختار يلعب ويكون موجود في النادي الاهلي. فالمشكله عندك انت، صدقني. انت كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بمنتهى السهوله لما اتسال مين اللاعب اللي تتمنى ان هو يلبس تيشرت الزمالك تاني قال بن شرقي. لا احنا عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر احنا اللي قلنا لهم شكرا. محدش عندنا ولا في الاداره ولا في الجمهور كان بيقول احنا نفسنا يجوا ولا نفسنا يرجعوا. فالمقارنه دي انتم عاملينها كمسكن بيريحكم نفسيا، ما عندناش مشكله، انتوا حرين، انما ما تبداش تتكلم بقى عن اللعيبه بتاعتنا ولا فكره اصل بن شرقي اقل من ناصر ماهر واقل من عبد الله السعيد. لا مع احترامي، عبد الله السعيد وناصر ماهر قيمتهم السوقيه مجتمعه 650,000 يورو، بن شرقي لوحده ب 3.5 مليون يورو. بن شرقي جاي وهو لاعب السنه اللي فاتت في الريان عامل ارقام عظيمه والموسم ده عامل ارقام عظيمه وقيمته السوقيه بتدل على ده. انت عندك مشكله براحتك، انت زعلان من الصفقه براحتك، انما صدقني مش هتقدر تصدر ضغوط للنادي الاهلي. انت اللي عندك الضغوط، انت اللي كنت بتحلم باللعيبه دي، انت اللي مش قادر تتجاوز ان اللعيبه دي بقت في النادي الاهلي، ووالله ما مكايده، ده لمصلحه النادي الاهلي الفنيه. انت اللي مقتنع ان هي مكايده ومصور لنفسك ان ناصر ماهر وعبد الله السعيد دول انتصار واحمد حمدي ده انتصار ليك. خلاص شوف ده براحتك وشوفه في خيالك، انما النادي الاهلي بيبني واقع مش بيبني خيالات. خليك انت بقى اتكلم في اساطيرك الوهميه وسيبنا احنا لواقعنا، واستمتع ببن شرقي على اليمين وتريزيجيه على اليسار واستر يا سطر.